دم باش آنها ام بچیروکا پندک نوبن کرد بیجن جدک پیرکا چای جودی خوار بویه چیروکا به چیه بیجن و میرک هبون جن وقت بیجه جن زلامک ناز دکرد سر میری خور روجن مهن صالن زلام دلیلی خرابو جیر گوت رو برو گوت زلامکی سر مر ناز دکه نسدی ست زان دلی خرابو لی دلیلی خرابو جنيه قونا واسكارم شتر سون بخم سون بو قونا ازل سر چای جودی شتر سون بخم کو باشه سوز دان هفت روجه كده ويهرن أذا شو ياري خديت جاري خرجو بنا جو أمي تيجي بمرورم ريبورتي تي ما ببينا أم دتشن تي بيجمع تي مرة ريبورتي وري وأزي تشكيل بن كراسي خوا أزي الخوانكم وأزي خوش سر هسبيبا فيجم سر بشتي وين جي مولو فب أزي سوندا خوا بخم جو باشي اف دروجا سوزيده چون بآلي چای جودي زلام سر نگاي بياي و جن سوار سر هسبيه اف زلام وانديت سلاف بوانر بوري ميري ويش خوا ناكف بالاويش برغو هرن سر چيه سون بخون دبيت نيفي ريده جني خو آفيت سر هسبيه كوا خو آفيت سر هسبيه نگي خوجي ذكر و زلامي ويراهشته زلامي خور سون خوار سوندا مزن بخودی خوار گوش پیویته و افزلامه هانه کسی لاشیمه ندیدیه ولود سوندای بچیچو دبیجن چای جودی ويقاوي خواربو بزمان عربي يقال بأن رجل وامرأته كانا يعيشان مع بعضهما البعض أصبح الرجل بعد سواء سنة أيام شهور لا أعلم بالضبط أصبح الرجل يشك بزوجته بأنها تخونه واجهها بالأمر قالت الزوجة لزوجها سوف أحلف لك اليمين المعظم بأنني بريئة فقال لها إذن احلفي أو أقسمي فقالت سوف أقسم على جبال الجودي واتفقوا على يوم معين كي يذهبوا فخلال تلك الأيام المرأة التقت بعشيقها وقالت له عن خطتها الخطة كانت بأن تذهب وهي تلبس فستانا وتحت الفستان لا تلبس شيئا فقال لها العشيق نعم سوف آتي عندما كانوا يمشون في اليوم المحدد أثناء الطريق لحق بهم هذا العشيق قال لهم مرحبا مرحبا أصبح يسير معهم في منتصف الطريق رمت الزوجة بنفسها من على ظهر الحصان وفتحت رجلها فقام الزوج والتقطها وأصبح يريد أن يستر عليها فعندما قاموا ووصلوا إلى جبال الجودي قالت له الزوجة أقسمت اليمين المعظم وقالت له لم يرى أحد جسدي سواك وذاك الرجل الذي كان معنا يقال بأن جبل الجودي مال قليلا يقول المثل الكردي من كيد النساء مال جبل الجودي بالتأكيد ليس كل النساء كذلك ولكن هي ومن يشبهها نهر الجنولونة طيبت أم أفجيروكك ودديروكي ديه وسباسيور